السلام عليكم. نفس الشيء بالنسبة للتقديم على التمريض. هتفتح لنفسك باب لما انت تيجي تعمل عملي. اي حد متعلم بره كندا في وظيفة التمريض لما يجي هنا لازم هيعادل شهادته ويعمل ترخيص، فبتعمل عملي، بتعمل حاجة اسمها ستاج. وانت في الستاج افتح الكونكشنز بتاعتك، كلم الناس. اي حتة انت بتعمل فيها العملي بتاعك حاول تتعرف على الناس وتسألهم عن محتاجين حد عايز تقدم، وحضر السي في بتاعتك وخلي الريزومي بتاعتك جاهزة معاك عشان تديها لأي حد، للهيد نيرس على الفلور. لو مبنى مثلا او مستشفى فيها كذا كذا تخصص او كذا دور، روح بعد وقت العمل بتاعك او في البريك بتاعك اتعرف على النيرسز على كل فلور وقدم، اديهم السي في ايديهم. وكمان طبعا عن طريق السيس اللي هو سنتر انتجريد سيرفيس سوسيو هنا في كيباك تحديدا، بتقدم عن طريقه. بس في الغالب الوظائف اللي بتقدم لها اونلاين ديت نصهم مش هيردوا عليك او اكتر من نصهم كمان. فالكونكشن اللي هتعمله وانت في العملي، او لو تعرف حد يرشحك لما يكونوا بيعينوا داخليا.